مقيلة ديال لي بات كتوجد بسرعة وكتجي من ألذ ما يكون إلا جربتيها بهاد الطريقة. غتنسيه لك الطريقة العادية. خديت مقلة وشحرت فيها شوية ديال لاداند، يعني كما كتلاحظوا شحرتها مزيان، ومن بعد ضفت لها معلقة صغيرة ديال العطرية ديال الكروفيت وشوية ديال الملحة، ومن بعد ضفت لها 2 قرعات خضرات هكا، حكيتهم في الحكاكه رقيقه وشحرتهم حتى هما يعني غير واحد شويه كما كتلاحظوا باقا شاده في راسها. ومن بعد ضفت لها شويه ديال الفرماج وكاس صغير ديال الكريمه ديال الطبخ، وغادي نخلط هاد المكونات حتى يندمجوا مع بعضياتهم. وغادي نضيف نص كاس ديال الماء ديال لي بات اللي سلقنا باش غير هاد الكريمه هادي تطلق معنا ما تبقاش عاقده. ومن بعد غادي نضيف اي نوع ديال لي بات اللي عندنا، ممكن نضيفو حتى الروز. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي بات ديالنا. الصراحه كيجوا رائعين في المذاق ودغيا كيوجدوا، يعني ما كياخذوش معنا واحد الوقت الكبير. صراحه هاد الطريقه هذه كتجي احسن من الطريقه العاديه، وحتى الوليدات الصغار غادي تعجبهم. وحتى العطريه ديال الكروفيت اللي ضفنا لهاد الكفته ديال لاداند، يعني ما كتبقاش المذاق ديال لاداند، كتولي بحال كنطيب هاد لي بات بالكروفيت مع هاد الكريمه ديال الطبخ. صراحه كيجي المذاق رائع بزاف، غير جربوها ونتلاقاو في وصفات جديده.